اهلا بيكم، يا رب دايما بخير. معايا بقى النهارده وصفه رمضانيه هتعجبكم جدا وتشرفكم على سفره رمضان قدام اي حد. ناجحه من اول مره، مقرمشه من بره وطريه من جوه. قبل ما نبدا وصفتنا اللذيذه ما تنسوش اللايك والشير، واللي اول مره يشوفني يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل وصفاتي. الاول بنحضر الحشوه لانها لازم تبرد كويس. في طاسه على النار حطيت معلقه سمنه وضفت فص مستكه، ده اختياري، انا بحب نكهه المستكه، وبصلتين متقطعين صغير قوي، وطبعا البصل حسب الرغبه ممكن تكتره او تقلله. بضيف بقى رشه سكر صغيره بتدي تسكيره للبصل لذيذه جدا. ولما يدبل البصل بنضيف اللحمه، وبيفضل لحم الخروف او خليط من لحم الخروف ولحم العجل، لان الطعم كله بيكون في الحشوه. واكيد عشان تبقى الحشوه دي لذيذه بيكون فيها نسبه من الدهون، يعني ما بتكونش اللحمه حمرا خالص. بضيف بقى التوابل عباره عن فلفل اسمر وقرفه وبهارات سبعه وهيل بودر، وطبعا بضيف لها الملح، والمقادير كلها هتكون مكتوبه في صندوق الوصف. ونغطيها لحد ما تستوي وما يبقاش فيها اي سوائل. طفيت النار وضفت حوالي نص كوبايه من المكسرات محمصاها الاول. انا ضفت جوز ولوز، واكيد طبعا ممكن تعملوها من غير المكسرات، مفيش اي مشكله. تحضير العجينه: نص كيلو من البرغل الناعم، ضفت منهم 100 جرام من البرغل الاسمر، ده بيدي قرمشه للعجينه اكتر. غسلته كويس وصفيته من الميه، وبعد كده ضيف له نص كوبايه من الميه، واذا احتاج ميه بعد كده بضيفها. بقلبه بقى واغطيه واسيبه حوالي نص ساعه. بعد نص ساعه حبات البرغل اتفتحت وبقت هايله جدا. بتبلها بقى فلفل اسمر وبابريكا وملح والسبع بهارات، بردقوش، وده اختياري. المقادير الصح: كله نص كيلو من البرغل بيحتاج ربع كيلو من اللحمه، واللحمه لازم تكون حمرا تماما. لو فيها اي نسبه دهون دي من الاسباب اللي بتخلي العجينه تفك اثناء التحمير. وبصله متوسطه، وما نكترش البصل لانه من الاسباب اللي بتخلي الكبيبه غامقه وبتقلل من قرمشتها. البصل بفرمه كويس جدا لوحده الاول، واخلط البرغل مع اللحمه كويس قوي، وبعدين اضيف لهم البصل واقلبهم مع بعض كويس جدا. الخطوة دي المفروض نعملها في مفرمة اللحمة، لكن لو مش متوفرة تقدروا تعملوها في محضرة الطعام زي ما انا عملت. نخلي بالنا ما ننعمش العجينة قوي، لان دي من الاسباب اللي بتخلي الكبيبة مش مقرمشة من بره. وفي اخر الفيديو هقول لكم على كل الاسباب اللي بتخلي الكبيبة ناجحة 100%. شايفين بقى هي كده بقت هايلة جدا، بضغط عليها مش بتشقق. اثناء الفرم لو احتاجت مية بنضيف لها بسيط بالتدريج لغاية ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. بعد ما بنخلصها بناخدها وبنعجنها عجن كويس قوي قوي لمدة 10 دقايق لغايه ما تندمج المكونات وتتسمغ بالشكل ده. لتشكيلها بقى بناخد قطعه صغيره من العجينه وبنبلل ايدينا بالميه وبنضغط عليها لغايه ما يبقى سمكها رفيع ومجوفه من الداخل بالطريقه دي. طريقتها سهله جدا، بس بنضغط بقى بايدينا كده عليها بالشكل ده علشان نحافظ عليها ما تتفتحش مننا. لما نوصل بقى للسمك ده، السمك ده حلو جدا، بنخليها السميكه، بعدين نملاها كويس بقى بالحشوه اللذيذه اللي احنا عملناها ونقفلها كويس قوي، ونديها بقى الشكل البيضاوي مع طرفين كده مدببين او طرف واحد حسب الرغبه. بنكون بقى مجهزين طبق فيه ميه ونبل ايدينا خفيف ونعمل كوبيبه بالطريقه دي عشان لو فيها اي تشققات بنضيعها تماما. طيب خليني وانا بشكلها معاكم كده اقول لكم ايه الخطوات اللي نعملها عشان نجاح العجينه. ان احنا بنعجنها كويس وندعكها لغايه ما نحصل على عجينه متماسكه مش بتشقق، ولو ناشفه نزودها ميه بالتدريج لغايه ما نوصل للقوام المظبوط. وكمان واحنا بنشتغل فيها لازم نكون مغطيينها زي ما هو باين كده علشان ما تنشفش مننا. طيب لو هتعملوها بقى بدون ماكينه، ضيفوا ماء ساخن علشان نقع البرغل والبصل يكون مبشور ناعم قوي وتدعكوها كويس جدا. طيب عرفنا بقى سر نجاح العجينه، عايزين بقى نعرف سر ان تكون الكوبيبه مقرمشه. اولا ما نطحنهاش ناعم قوي وما نكترش البصل، ولما نيجي نحمرها بيكون الزيت سخن، وبعدين نوطي النار وسط علشان نوصل للقرمشه اللي احنا عايزينها. نرجع بقى لتشكيل الكوبيبه. لو صعب عليكم تشكيلها تقدروا تشكلوها بفنجان قهوه صغير، نبطنه ببلاستيك كده ونحط قطعه من العجينه في الفنجان ونشكلها بنفس الطريقه ونملاها بالحشوه وهي في الفنجان. لو في اي جزء مفتوح بنجيب عادي قطعه عجينه صغيره ونقفلها بقى بالشكل ده. تعالوا نضيف بقى الجزء من الحشوه رمان، وده بيبقى لذيذ جدا معاها، وهشكلها مدببة من ناحية واحدة علشان تبقى مختلفة. اما بقى لو عايزين طريقة سريعة كده ومنجزة علشان تاكلوا الكوبيبة برضو، تعملوها صينية، دي اسهل حاجة وابسط طريقة. صينية وبندهنها بسمنة وبنفرد الكوبيبة بالطريقة دي. الطبقة اللي تحت بتكون سميكة شوية، بعدين نحشيها باللحمة، والطبقة اللي فوق بتكون رقيقة. انا فردتها بين ورقتين زبدة بالطريقة دي، بعد كده بقلبها على وش الصينية. الافضل طبعا تدهنوا ورق الزبدة بزيت لان لزقت معايا زي ما شفنا. العجينة شلتها ابتديت احطها بقى بالطريقة دي.
قبل التسوية بقى قطعتها ودهنت وشها بالسمنة، ضفت لها معلقتين سمنة علشان تديها لون كده ذهبي حلو. بعد كده بسويها في الفرن. تعالوا بقى اعمل معاكم شكل اخير وشكل لذيذ جدا. انا عملته بقى في الاكواب المعيارية، اصغر مقاس خالص، لو عايزين طبعا اكبر شوية اتس اوكي. وبسكنها فيه بالطريقة دي بحيث تاخد نفس الشكل، سهلة جدا جدا. عايزة اقول لكم لو العجينة مش مظبوطة او ناجحة عمرها ما كانت هتتشكل معايا بالطريقة دي. شايفين بقى الشكل وارتفاعها حلو قوي. عاوزه بقى اوضح نقطه صغيره، ان المقادير اللي قلتها لنص كيلو برغل، لكن الكميه اللي شكلتها دي من ربع كيلو برغل. في زيت سخن وغزير ودرجه حراره متوسطه نبدا نقلي الكوبيبه على دفعات علشان الحراره ما تنزلش. تعالوا بقى اقول لكم اسرار علشان الكوبيبه ما تفتحش بالقليه. قبل القليه حطيها في التلاجة نص ساعه او 10 دقايق في الفريزر. ونوع البرغل يكون ناعم، لو خشن بيسبب تشققات. والحشوه تكون بارده وكميه الدهون قليله فيها. واللحمه المستخدمه في العجينه تكون حمرا تماما وما نقلبهاش خالص وهي لسه طريه. شايفين بقى اللون الذهبي الخطير. بعد كده بنزل قوالب في الزيت بالطريقه دي بحيث انه يغطيها وتاخد بقى اللون الذهبي الحلو بالشكل ده. شايفين بقى محافظه على شكلها ازاي ولونها خطير، وفي التقديم شيك جدا. بعد ما خلصنا تحمير الكوبيبه بنقدمها سخنه، والقوالب دي بنحشيها برضو بنفس حشوه اللحمه. وفي حشوات تانية هقدمها لكم دلوقتي، بس بعد ما نشوف طريقه تفريز الكوبيبه. هفتح معاكم بقى واحدة عايزاكم تشوفوا قد ايه هي مظبوطة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه، وسمكها مظبوط جدا ومليانة حشوة وطعمها خطير. مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي وطعمها قد ايه حلو قوي. وتعالوا نشوف الصينية بعد ما طلعت من فرن، خدت اللون الذهبي الحلو. دخلتها على فرن درجة حرارته 190 لغايه ما تاخد لون ذهبي من تحت حلو، واشغل الشوايه تاخد لون ذهبي من فوق. عايزه اقول لكم ان كلهم عجينه واحده او الحشوه واحده، لكن فعلا كل شكل من دول ليه طعم مختلف. دي شكلها خطير في التقديم، شكلها شيك قوي على السفره. عشان بقى نفرز الكوبيبه بنخليها في الصينيه زي ما هي بعد ما شكلناها، وندخلها الفريزر وهي متفرده. وبعد كده بعد ما تطلع بنعبيها في اكياس، ممكن في كيس واحد وبنسحب منها لان عمرها ما هتلزق في بعضها لانها اتجمدت مفرده، او نعبيها عبوات بالشكل ده على حسب العدد اللي احنا عايزينه. هقلي معاكم بقى كام واحده من المتفرزين علشان تعرفوا قد ايه هي بتبقى ناجحه ومش بتفك ابدا اكنها لسه معموله. طلعتها من الفريزر سبتها 10 دقايق وبعدين نزلتها في زيت سخن بنفس الطريقه، وبعدين خليت الحراره وسط وسبتها بقى تتحمر بالشكل ده. تعالوا نشوف بقى حشوه مختلفه لقوالب الكوبيبه وطريقه تقديم شيك جدا. ده حمص بالطحينه متوضب جاهز، بحطه في كيس كده عشان اقدر اتحكم فيه، واحشي القوالب باللحمه المفرومه الاول وبعدين اجملها بالحمص بالشكل ده. شايفين بقى شكلها خطير جدا، واجملها بالرمان بمكسرات على حسب ما تحبوا. حقيقي شكل وطعم فوق الوصف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله تطبقوه ويطلع احلى من كده بكتير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ده شيء بيسعدني جدا وفي نفس الوقت بيشجعني. وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديدة. باي باي.